هجلد كل واحد في الفيديو. طبعا عارفين يوسف النيني. يوسف النيني ده انا اتكلمت عليه في فيديو قبل كده، بس كان بطريقه سريعه، والطريقه دي ما خدتنيش ان انا اتكلم عليه بشكل هو ايه، وما رضيتش اجيب فيديوهات والكلام ده. الفيديو خد حقوق تبع ونشر وترزع السرايب وحصل له حاجات كتير. انا بشرب بصوت وبنات ما تكتبش في الكومنتات انت بتشرب بصوت ليه. خلصانه يا اخويا عشان ايه ما نزعلش. اسمع بقى مني كلمتين دول. يوسف النيني ده كان قدم محتوى اللي هو ايه، في الاول كان قدم محتويات عاديه خالص، فيديوهات عاديه اللي هي طبيعيه بتاعت اي واحد بيبدا يوتيوب، سكتشات معروفه. لا الموضوع ايه، ما جابش. فقال يعمل ايه طب يطور من المحتوى. Nope. ينزل فيديوهات اكتر. Nope. يكذب على الناس ويقول لهم اللي هو بيمشي اللي هو بيعمل حاجات مرعبه. فهو عمل كده. هو مش ملاحظ اساسا ان في اطفال بتشوف. يعني انت حبيبي في اطفال يا باشا بتشوفك. هو مش مراعي خالص اللي في اطفال بتشوفه. يعني هو مش مراعي ان ممكن طفل يخاف بسبب اللي هو يعمله، يخاف بسبب لعبة كورة، يخاف بسبب المظاهرات، يخاف ينزل الشارع عشان ما يلاقيش بابا نويل. تخيل يا عزيزي المشاهد انا بقول لك بابا نويل. فهو ايه، فضل مكمل في الموضوع ده. وكان طالع لك بفيديو بيقول لك ايه، اخويا مسك السكينه وكان عايز يقتلني، عايز يقتلنا ويقتل ابويا والكلام ده. تخش على الفيديو. السلام عليكم يا ابطال، على احلى جيش على اليوتيوب كله حرفيا، جيش يوسف النيني، جيش الابطال، ادشمل الجيش على اليوتيوب كله حرفيا. اجمد محتوى احنا بنعمله. واحد خالتك يعني انت في الفيديو بتقول اساسا مش عارف ايه، صاحب اقوى محتوى واصعب محتوى ومش عارف ايه والكلام ده. لا، انت صاحب اكبر محتوى اهبل، صاحب اكبر محتوى كذاب، صاحب اكبر محتوى تافه، صاحب اكبر محتوى يعني ابن طاهر القلب نقي ذاكر لله. ورب انا مستحرم اشتمك والله العظيم. يعني انت تقريبا اول يوتيوبر استحرم اشتمه يا جدعان، ده اول يوتيوبر استحرم اشتمه. فاللي هو ايه يعني، صاحب اغبى محتوى في التاريخ، ويقول لك مش عارف ايه اللي هو جايبه اساسا بالصور المصغره الكدابه والعناوين الكدابه وكل حاجه كدابه في الدنيا، ومفيش حاجه اسمها الساعه 3 بالليل. يعني مصور لي فيديو الصبح الساعه 3 بالليل، مصور لي فيديو الظهر الساعه 3 بالليل، مصور لي فيديو الساعه 12 بالليل الساعه 3 بالليل. انت مفيش فيديو واحد كتبت عليه الوقت صح. يعني انا بصور لكم دلوقتي يا جدعان الساعه 3 بالليل. انا كداب اصلا، انا مش بصور الساعه 3، انا مش بصور الساعه 3 بالليل، انا بصور الساعه عادي. يعني الساعه دلوقتي تلاقيها 6 الصبح ولا حاجه، الناس لسه ما فاقتش. 6 ثانيه، 6 الصبح. ثانيه هوريكم الدنيا. لا يا جدعان بصوا، يعني دي كده الدنيا بالليل. شفتوا كده يا جدعان؟ يعني انا بصور الفيديو ووريتكم الدنيا عامله ازاي بره. هو بصوا عامه الفيديو ده، هو الساعة دلوقتي جالها 5 6، هي قبل الفجر. هو احنا كده قبل الفجر عشان مفيش حد في الشارع وشايفين دول مكحلي ازاي. احب بقى اقول ايه، يوسف النيني يخص راعي اللي فيه اطفال. ونسيت اقول لكم صح، ايه رايكم في صحيح والله لو اوريكم الاوت فيت، ايه رايكم في الاوت فيت يا جدعان؟ لا عجبني بصراحة، عجبني التيشيرت ده فدخلت اشتريته على طول. ايه رايكم؟ التيشيرت عاجبني، بس بصراحة الجو سقع عشان كده لابس تيشيرت. بس اكتبوا لي في الكومنتات يا جدعان ايه رايكم في الاوت فيت اللي انا عامله. التيشيرت حلو. عارفين جايبينه بكام التيشيرت ده؟ عشان انا يوتيوبر شخصية مشهورة ومعروفة. التيشيرت ده يا حبيبي مش بجيبه زيك اللي انت بتجيبه يالا من اي فرشه في الشارع. لا يا حبيبي احنا ما بنجيبش احنا الاماكن المعفنه دي. انا التيشيرت ده عشان بس الاقي واحد زيه. انا قعدت الف مصر كلها وكل البراندات وكل حاجه. انت عارف انا جايبه من براند ايه اصلا؟ اف اند اتش. فرشه في الشارع يا اسطى. تعرفش فرشه في الشارع كده يالا. يالا الواد اللي هو بيقف بره على الطريق ده، عارفه؟ هو الواد ده يا اسطى بيفرش كده في الشارع بالليل. انا باخد منه يا اسطى احلى تيشيرتين يا اسطى ب5 جنيه، والله التيشيرتين ب5 جنيه. بس عارف لو سرقته مني هزعلك. بيطلع طبعا عشان بصور فيديو. ايوه بقى ده انا يوتيوبر، انا بص يوتيوبر وسيم، مناخيري صغيره زي ما انتم شايفين كده، صغرت يا عيني كده، صغرت بجد احلى، صغرت بجد احلى.
فهو واحد زي يوسف النني ادى مجال تاني لناس تانية تهبط. يعني يطلع لك واحد سونيك الشرير، التاني مش عارف شفيق المطاط، والتالت مش عارف ايه. لا يا اسطى، وطلع لك بفيديوهات تانية اللي هي ايه مثلا مسحرات الشرير، مش عارف بابا نول الشرير، الساحر الشرير، مش عارف الساحر والجن قتل كلبي، مش عارف ايه. يطلع تاني توم الساعة 3 6 7 8 ايه يا عم في ايه؟ خلاص ضربت منك. ايه يابا، ما تراعي اللي فيه اطفال يا جدع، يا جدع راعي اللي فيه اطفال يا جدع، يا ابوس ايدك راعي ان على الابو شكل. طاهر القلب نقي ذاكر لله. راعي يا اخي. يا اسطى لو انت محتواك زي كده اللي هو متابعينك يا اسطى من سن 18 ل 60 سنه، ماشي اعمل المحتوى ده. انما انت متابعينك معلش من سن 10 سنين من 10 سنين ل 17 سنه. ده انا جبت 17 سنه يا اسطى، في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ ضحي لله في قلبك يا جدع، في اطفال بتشوفك، في اطفال يا جدع. مش فاهم، عارف لو انت زي يا اسطى مش عارف متابعينك كلهم كبار هقول ماشي. هو بص كده على الاحصائيات دي يا اسطى والاخوان اللي خدوا سكرين شوت يا ريت بس ما حدش ياخد سكرين شوت عشان القناه بتاعتي، ولا اقول لك خد سكرين شوت ان شاء الله القناه بتاعتي تتقفل. يعني لو راحت القناه بص. طاهر القلب نقي ذاكر لله. كده من واحده غيرها يعني. يا جدعان احنا اللي بنعمل القنوات مش القنوات اللي بتعملنا، مش فارق معايا القناه دي. فاحب اقول ليوسف النني كلمتين كده، نزل لي يا ابني كده موسيقى اللي هي بتاعت الكلام الجد دي كده. احب اقول لك يا اسطى، راعي اللي فيه اطفال بتشوفك، راعي اللي فيه طفل كره لعبه بسببك، راعي اللي فيه طفل حرفيا هو كره حياته عشان شاف فيديو ليه، راعي اللي فيه طفل بقى كاره كل المسحرات واحنا داخلين على رمضان اهو، اللي هو ايه خلاص ما بقاش فاهمين، هو بقى خايف مرعوب. راعي اللي فيه اطفال بتشوفك، راعي كده، حاول تغير المحتوى، حسن المحتوى، او بلاش خليك اكمل في المحتوى بتاعك بس كمل ايه يعني. تعالى في اخر الفيديو قول مثلا ايه الفيديو ده فيديو صور كده بهزر بيه، الكلام ده مش حقيقي. يعني انت حتى في القطايه بتاعت توم دي عديتها لك والله العظيم. اطلع يا توم، اطلع يا توم، انا ما بخافش يا توم. يعني بص يا جدعان، شغل الفيديو عادي، اتكلم عادي. خدتوا بالكم من القطايه؟ يعني اللي خد باله في القطايه يقول لي. بس قبل ما انهي الفيديو بحب اقول لكل واحد بيحب يوسف النني ومتابعه ومربيه، اعملوا زي ما عملوا اخواتكم في كل الفيديوهات اللي كنت بنتقد فيها. ديسلايك يا حبيب قلبي وكومنت سلبي عشان بحب ارد على الكومنتات دي او بحب اشتم. الفيديو اللي فات جاب 10 ديسلايك. لا انتوا مش جماهير اللي هو في بالي، وانتوا عارفين مين، مش جماهير ولا لا. انا ديسلايك على الاقل. لا حسوني ان انتوا بتحبوه، واقول لكم عارف هو مين وفاهم قصدي كويس. يلا متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير، سبسكرايب تاني، لايك تاني، اشوفكم الفيديو الجاي.